من هو قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان من بني إسرائيل، لكن بسبب المال والقرب من فرعون أصبح له علاقة مع فرعون فكفر بموسى وبغى على قوم موسى. كان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الكنوز فقط 10 رجال ما يقدروا يشيلونها. المفاتيح عند كل واحد مفاتيحه في جيبه. هذا مفاتيح الخزائن لو اجتمع عصبة من الرجال لما استطاعوا شيلها من كثرتها وثقلها. يعني إذا كان المفاتيح 10 رجال ما يقدروا يشيلونها، إذن الخزائن كم؟ خزائنه كلها عمل عليها سور مثل سور الذي عمله صاحب العزيزية. قلعة بداخل مصر محاطة بالأسوار فيها خزائن لا يستطيع أن يشيل المفاتيح إلا عصبة. لكن إذا كانت الحرب مع الله فلا تدري من أين يأتيك. قارون عمل حمايات علوية وجنب، ولم يخطر على باله يوما ما أن الحرب ستأتي من تحت. قال له فرعون: يا قارون ألا تتولى موسى؟ يعني تكفينا شر موسى. قال: خلاص خلي عليه، أنا بألبسه فضيحة وبخلي العالم يضحكون عليه وينفرون منه، وبدل من أن يتبعوه يقتلوه. قالوا: أبد، ابدأ. فانطلق قارون إلى امرأة بغية زانية مشهورة في بني إسرائيل. قال لها: تعلمين ما عندي من الذهب والمال؟ قالت له: نعم، أنت قارون معروف. قال: لك منه ما تشائين، اللي تحبي، مقابل شيء واحد: إذا حملت من الزنا فأخبريني، إذا ظهر بك الحمل من الزنا فأخبريني بس، وما أقول لك بعد ذلك نفذيه بالحرف. قالت: سم، شيء هين، الليلة نحمل، أعوذ بالله. بدأت تلقط من هذا ومن هذا حتى حملت، وبدأ الحمل ظهر، انتفخت البطن، وجات وهي ما شاء الله حامل. إذا كان وزنها هي وحملها سيكون الوزن ثقيل من الذهب. جاءت عند قارون قالت له: يا قارون خلاص أنا الآن حامل، إيش تريد مني وتعطيني ما أريد؟ قال لها: أريد منك شيء واحد، سأجمع الناس في عزومة، أعمل لهم غداء، وسأعمل استعراض لي كل ما عندي من خيرات، 1000 فرس عليها 1000 فارس، كل فارس مزين بالذهب. ثم إذا رأى الناس ذلك وأعجبوا به سأجمعهم لإلقاء كلمة، وأريدك أن تكوني أنت الخطيبة في هذا الجمع. قالت: يا سلام، فرصة، ماذا تريد مني أن أقول؟ قال لها: أريد منك أن تقولي: أيها الناس، أرأيتم ما في بطني؟ إنه من موسى، هو الذي زنى بي حتى حملت، ويدعي أنه يكلم رب العالمين، فلا تصدقوا. قالت له: وآخذ؟ قال: تأخذي شطر مملكتي، شطر ما عندي من مال لك، نص، وإن شئت تزوجتك. خلاص، قالت له: اتفقنا. ويبدأ قارون بتنفيذ الخطة. 1000 فرس عليها 1000 فارس، 1000 فرس أخرى عليها 1000 جارية، والكل بالذهب وأجمل ما يكون، ويجوبون شوارع مصر. ويتفرج الناس في هذا المظهر، في هذه المسيرة العظيمة
وكل يتمنى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أهل العلم لا تغرهم زينة الحياة الدنيا، هم الذين وقفوا في وجه الفتنة وانطلقوا نحو قارون، أتوا إليه قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وعلى رأسهم موسى عليه السلام. ليس هذا هو المقصد، قال لهم هذا بس مقدمة، سأسمع كلامكم لكن في الاجتماع الكبير. وجاء الاجتماع الكبير في أكبر ساحة وحضر وجهاء المجتمع، وجاء قارون في زينته، وجاءت المرأة الزانية فجلست، فوقف قارون قال أيها الناس تعلمون من قارون وما أوتيه من الخزائن بعلمه بقوته بعلاقاته، أليس كذلك؟ بلى. طبعا العامة مرة يصفقوا مع كل أحد، يقول لك نفديك بالدم فإذا انقلب عليه سالوا دمع. المهم شعبيته بسبب فلوسه وماله كثيرة، فوقف وتكلم وقال وهذه المرأة فلانة تشهد وستسمعون منها، قومي يا فلانة فقولي ما عندك على حسب الاتفاق. موسى حاضر، هارون حاضر، الصالحين حاضرين، المجرمين حاضرين، الكل موجود. وقفت المرأة قالت يا موسى أما إني لأبرأ إلى الله مما قال هذا الرجل لي أن أقوله، لقد قال لي لك شطر مالي على أن تقولي إن الحمل الذي في بطنك من موسى كليم الله، حاشا وكلا، فليس من موسى بل من فلان وفلان، وقد هو نفسه فعل ما فعل، يعني هو نفسه قد جاء مع المجموعة. ففضح نفسه فغضب موسى فكلمه الله قال يا موسى لقد أذنت للأرض أن تطيعك في قارون فمرها بما شئت. يوم من أيام الله نظر موسى إلى الأرض قال يا أرض ابلعيه وداره وجنوده، ثم تدارك قال ابلعيه وداره، فخرج الجنود من الدار ونجوا، خرج النساء ونجوا، خرج الأطفال ونجوا، خسف الله بالدار ومن فيها اليوم الأول قدر قامة إنسان. طبعا اليوم الأول خرج اللي فيها، إلا قارون كل ما جاء يريد يخرج خسف به قدر قامة. اليوم الثاني خسف به قدر قامتين، اليوم الثالث قدر 3، حتى أصبح القصر المنيف القوي بجدرانه ليس فيه إلا قارون، والناس تنظر والأرض تخسف به فخسفنا به وبداره الأرض. يوم من أيام الله لتعلم أن من رفعه الله لا يمكن لأحد أن يضعه، ومن وضعه الله لا يمكن لأحد أن يرفعه. فخسفنا به وبداره الأرض على موسى وارتفع قدره يوم استجابت الأرض له، وهبط قارون وقل قدره يوم فضح أمره.